السلام عليكم، صباح الخير او مساء الخير حسب توقيت اللي بتشوفوا الفيديو. السلك ده طبعا واخداه من كشكول السلك. عملت معاكم فيديو قبل كده من الكشكول السلك، واخدت السلك بتاعه وعملت بيه افكار مختلفه في فيديو قبل كده اعاده تدوير لكشكول السلك. لو ما شفتوهوش هتلاقيه في القناه تحت. عملت منه الحروف زي ما انت شايفه كده، صورة الحرف دوت حرف الان، وبعد كده زينته في فرع الشجر. وعملت كمان فكره للاطفال لتنميه قدره ايديهم، اللي هم يقدروا يعملوا الحروف ويشكلوها تنمي عضلات ايديهم، وفي نفس الوقت تخليهم يحفظوا الحروف بطريقة اسهل وبطريقة لعب يعني. فكرة النهاردة بقى مختلفة، لان انا هستخدم السلك في التزيين والديكور. زي ما انتم شايفين كده، بعد ما قطعت السلك من الكشكول وشيلته خالص، هقطعه باطوال متساوية مع بعض كده. هقصها بالمقص بالشكل دوت، او لو تقدري تكسريها كده بايديكي تتنيها، وبعد كده تضميهم لبعض وتلفيها الناحيه التانية تتكسر برضو بسهوله. وعندك بقى شويه خرز، لو عندك شويه خرز بقى هتاخديها وتحطي على اول كل سلك زي ما انت هتشوفي كده، بطريقه سهله وبسيطه بتدخل الخرزايه وتبقى ماسكه في السلك. لو ما مسكتش بقى والخرزه بتاعتك واسعه زي ما في خرز كده هيبقى واسع شويه، هتلزقيه بالشمع، هيثبت معاكي على اول السلك زي ما. وهنا كل سلك انا بعمله بشكل مختلف عن التانية. في سلكة بحط فيها خرزتين تلاتة، في واحدة بحط فيها اتنين، في واحدة بحط فيها واحدة بس. بدي اشكال مختلفة، ميبقاش كله زي بعضه، لان الخرز كمان اللي موجود معايا كل واحدة لون او مختلف عن التانية بس متناسقين مع بعض. يعني كلهم شكلهم على ذهبي، لونهم على ذهبي، فمتماشي ومتناسق مع بعض. بس كده خلصت كمية الاسلاك اللي كنت قصاها. ودي ازازة دواء كانت عندي، غسلتها وشلت الاستيكر اللي عليها، وهعمل بيها بقى فكرة النهاردة مع الاسلاك بتاعة الكشكول. وهنا حطيت فصوص الماظ، كان عندي شريط كده فصوص الماظ، رحت لفيته على الازازة بالشكل ده، ولفيته عليها من فوق برضو. وبعد كده هحط آه الاسلاك السلك بتاع الكشكول اللي عملته بالخرز بالشكل ده من فوق. دي حاجات كانت هتترمي، ايه رأيكم؟ ده الشكل بعد ما رصصت الاسلاك جوه الازازه. ودي شكل الازازه بعد ما خلصت. دي ازازه كانت هترمي بتاعه الدواء، كالعاده بنرميها. فبدل ما نرميها عملنا اعاده تدوير منها، ودي ما كانتش اول اعاده تدوير، عملت قبل كده اعاده تدوير لازازه الدواء باشكال تانية مختلفه. لو ما شفتهاش في القناه فيديوهات كتير اعاده تدوير ازازه الدواء، يا ريت تشوفيها وتقولي رايك فيها. والاسلاك بتاعه الكشكول ده مش اول اعاده تدوير ليها، عملت فيديو قبل كده فيه 3 افكار مختلفه ومنهم فكره للاطفال. فقولي رايك، بدل ما ترمي كشكول السلك وبالسلك بتاعه، تاخدي السلك وتعملي بيه اشكال مختلفه من الافكار والاعاده تدوير. وازازه الدواء بدل ما ترميها تعمليها منظر كده وديكور تحطيها على الترابيزه. فقولي رايك. ودي فيديوهات قبل كده عملتها لسه عاملاها، فقولي برضو رايك في الفيديوهات ديت، ولو في حاجه فيهم عجبتك شوفيها وقولي رايك فيها. ولايك متنسنيش لو اي فيديو عجبك في القناه، واشتراك لو انت مش مشتركه في القناه واول مره تشوفي القناه. لو عجبتك القناه يا ريت تشتركي وتقولي لي رايك فيها. واشوفكم في فيديو جديد واعاده تدوير جديده. واوعي ترمي حاجه قبل ما تشوفي في القناه، ان شاء الله كل حاجه موجوده وهنعمل عليها اعاده تدوير. اتكسرت، باظت، ادمت، خلاص استخدمت اللي فيها وهترمي اللي فيها هترميها، فلا ليها اعاده تدوير وهتستخدم. اشوفكم في فيديو جديد واقول لكم سلام.